أرجوك أي حاجة تضايقك في حياتك، أي حاجة، أي مشكلة، من فضلك ومن فضلك خش أوضتك، اقفل بابك، حطها قدامه، قول له أنا ما عنديش ليها حل، أهي حلها. ما ترميها يا أخي عليه. ليه بتقعد مبحلق في السقف طول الليل بتدور لها على حل؟ ليه؟ ما هي بمخك ملهاش حل، خلاص سيبها له هو يدبرها من عنده بأي طريقة. ربما عنده حلول ما تخطرش على بالك. هات لي حل ليشوع، هات لي حل لموسى، حلول ما فيش حلول، لكن هو عنده حلول لأنه هو اللي صانعها، هو اللي خالقها، هو اللي بيدبرها، هو اللي بيديرها. عشان كده هو عنده حلول ما تخطرش على بالك وتلاقيها اتحلت من أوسع الأبواب. يا سلام، بالبساطة دي كده حلتها؟ طبعا، عشان دي لعبتي. بس احنا مشكلتنا ايه بقى؟ بندورها بده وده يوديك في داهية. تمشي بده اقعد للصبح، نقعد بقى طول الليل عايزين نشوف فلان الفلاني، عايزين نشوف الواسطة الفلانية، عايزين نشوف حد كبير في الحتة دي. طب وبالنسبة له هو اللي بيدير القصة دي، ما دخلتش كلمته؟ خش كلمه الأول.